السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، موضوعنا اليوم في هذا الفيديو ما زال مستمر حول الصحراء الشرقية. فمن بعد السعار الإعلامي الجزائري والفرق السياسية وحتى في البرلمان، اليوم جاء الدور على العسكر من طرف شنقريحة. خليكم معنا في هذا الفيديو باش تعرفوا التفاصيل أكثر. يبدو أن مسألة الصحراء الشرقية ما زالت تؤرق بال النظام العسكري الجزائري. بمجرد تفاعل الشعب المغربي من صحافة إلكترونية وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي ومناقشة بهيجة السيمو مديرة الوثائق الملكية هذا الموضوع، حتى طار جنون الإعلام والنخب السياسية، والآن جاء الدور على العسكر. ومن لا يعرف بهيجة السيمو فهي مديرة الوثائق الملكية ومؤرخة وباحثة مغربية، والحاصلة على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السربون، وأيضا على دكتوراه دولية من جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث جاء على لسانها خلال مشاركتها في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع الوثائق الملكية. أكدت بالوثائق بحق المملكة في الصحراء الشرقية كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، حيث كانت مجرد مداخلة لها على أساس أنها مؤرخة وباحثة في مجال التاريخ، حتى تفاعل معها كل الصحفيين والإعلاميين وحتى أصحاب المواقع الإلكترونية والصفحات الإلكترونية في هذه المداخلة. مباشرة بعد ذلك لم يتأخر الرد من طرف الجارة الشرقية الجزائر من إعلام ونخب سياسية، والآن جاء الدور على العسكر، حيث خرج علينا رئيس الأركان الجزائرية السعيد شنقريحة يهدد ويندد بقطع اليد لكل من يتجرأ على المساس بالوحدة الترابية للجزائر. ومن لا يعرف من هو شنقريحة فهو بطل من ورق، شارك في معركة وحيدة له كانت ضد القوات المسلحة الملكية، أسر على إثرها هو و300 جندي جزائري في معركة أمقالة عام 1976. ومن باب الشهامة والمروءة واستجابة لشفاعة الملك خالد ملك السعودية والرئيس المصري آنذاك أنور السادات، أمر الملك الراحل الحسن الثاني بالإفراج عن أسراه من الجزائريين، مفضلا طي الملف ردءا لفضيحة في الجزائر. ومؤخرا قامت أمه فرنسا بتكريمه بأعلى منصب يستحقه، وهذا التكريم عبارة عن خودة يستعملها الحرس على قصر الإليزي. ها هو اليوم يتوعد بالحرب وقطع اليد وهو لم يطلق ولو رصاصة واحدة من بندقيته. وفي الأوساط السياسية يبدو لي أن أزمة الصحراء الشرقية لم تمر مرور الكرام على وزير الخارجية رمضان العمامرة، حيث تمت إقالته من منصبه وتعويضه بأحمد عطاف الذي كان يشغل هذا المنصب من قبل ما بين 1996 1999، أي إبان العشرية السوداء. ويأتي سبب إقالة رمضان العمامرة مباشرة بعد ظهور بهيجة السيمو والوثائق الملكية التي تؤكد مغربية الصحراء الشرقية والغربية. وإذا كان السعيد شنقريحة يهدد بالحرب، فهل هو مستعد لها كفاية وتحمل تبعاتها؟ لا أظن ذلك، فهناك أسباب عديدة تجعله يفكر مليا قبل أن يطلق رصاصة واحدة من بندقية أي جندي جزائري. فأولا وقبل كل شيء لديهم هزيمتان على يد القوات المسلحة الملكية، وإن أعاد الكرة سوف تكون ثالث هزيمة لهم على يد القوات المسلحة الملكية. ثانيا هناك معاهدات، وأهمها معاهدة الأخوة وحسن الجوار الموقعة في إفران يوم 15 يناير 1969، ويأتي فيها ما يلي. فالمادة الأولى: يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية سلم دائم وصداقة متينة وجوار متميز ينبع من روح وضمير الأخوة العريقة بين الشعبين الشقيقين، ويهدف إلى تشييد مستقبل مشترك. المادة الثانية: يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما المشتركة في جميع الميادين، وخاصة الميادين الاقتصادية والثقافية، مساهمة منهما في توسيع مجالات التناغم المتبادل بين شعبي الجزائر والمغرب الشقيقين، وتقوية الصداقة وحسن الجوار بينهما. المادة الثالثة: نظرا لأن التعاون الاقتصادي المتبادل بينهما يكون أساسا متينا لعلاقتهما السلمية والودية ويهدف إلى رقي بلديهما، يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساهمة المتبادلة قصد تطوير التعاون في جميع الميادين لمصلحة البلدين. المادة الرابعة:
في حالة حدوث نزاع أو تعارض كيفما كان شكله يحرم الطرفان المتعاقدان استعمال وسائل العنف بينهما، ويعملان على حل النزاع بالوسائل السلمية طبقا لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار، وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. المادة الخامسة: يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف وتحالف موجه ضد أحدهما. المادة السادسة: تدعيما لأواصر التضامن والإخاء التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتماشيا مع ما تفرضه عليهما روح الجوار، وعملا منهما بالثقة المتبادلة بينهما. فقد قرر الطرفان عرض مجموعة من القضايا المتعلقة بينهما على لجان ثنائية تتكفل بإيجاد الحلول المناسبة لها أو لهما في كل نطاق علاقتهما الثنائية وبالوسائل التي يرتئيانها كفيلة بتحقيق رغبتهما المشتركة في التغلب على جميع الصعاب والانطلاق السريع في تعاونهما المنشود إلى آخره. يبدو أن السعيد شنقريحة نسي تماما هذه المعاهدات، وهو أمر مقبول بالنسبة لسنه الذي قارب 78 سنة، حيث نريد أن نذكره إذا اختل بند واحد من هذه البنود خصوصا في حالة المواجهة العسكرية سوف تلغى هذه المعاهدة، ويصبح المغرب آنذاك مفاوضا لفرنسا على أرضه الشرقية ووضع ملفه لدى المحكمة الدولية. أن النظام العسكري بات مهزوزا سياسيا عسكريا بمجرد مناقشة ملف الصحراء الشرقية، لأنهم يدركون تماما على أن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهناك حكمة تقول إن قوانين الطبيعة قائمة على الحق والعدل، أما قوانين الإنسان فقائمة على الخداع والظلم. هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يلقى إعجابكم، ولا تنسوا تفاعلاتكم معنا عبر تفعيل زر الاشتراك وزر الجرس، ولا تنسوا تعليقاتكم لكي تدعموا هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.